ملك كان عنده وزير. الوزير ده كل ما تحصل مصيبة في المملكة يقول للملك لعله خير. مركب تغرق لعله خير، أرض اتحرقت لعله خير. في مرة الملك بياكل تفاح، ماسك سكينة، جه يقطع، فأول ما نزلت السكينة على صباع الراجل الملك ده راحت قطع عقلة، طيرت عقلة. الملك قال أي، قام هو قاعد الوزير قال له يا جلالة الملك لعله خير. قال له خير ايه بقى، مش عايز احبسوه. حبسوا الوزير. ملك اتعالج، خلى حراسه شويه يستنوا بعيد ويتمشى لوحده كده يشم هوا، ما خدش باله، خرج دخل المملكه اللي جنبيهم، مسكوه. اتاري المملكه دي بيعبدوا صنم، وكل شويه يذبحوا له حد تقربا للصنم. فمسكوه قالوا بس نذبحه للصنم. قال لهم لا، تذبحوني ايه، ده انا ملك، ما ينفعش تذبحوني. قالوا يا ما انت كريم يا صنم، لان هم بيعبدوا صنم، فهنذبح له ملك، ده هيتبسط قوي الصنم النهارده، يعني بقت ملك دي هيتذبح اكتر. خدوه بيحموه يليفوه يجهزوه، لقوا صباعه طاير، عقله من صباع. قالوا كتك القرف غور. قال ايه؟ قالوا ما ينفعش نذبح للصنم بتاعنا غير واحد ايه، سليم. جري الملك، اول حاجه عملها راح لمين؟ للوزير. قال له وزير كتر خيرك، طلع فعلا خير، طلع ان في عقله طارت، بس انا كل فضلت. اخذ الجزء ليستبقي الكل. فالوزير قال له يا جلاله الملك، ما انت برضه لما حبستني انا قلت لعله خير. قال له طب ايه الخير بقى في الحبس؟ قال له لا، ده الخير واضح المره دي، لان لو انا ما كنتش في السجن كان زماني بتمشى معاك في التمشيه دي، وانا ما عنديش مشاكل، كنت انا اتذبحت للصنم، فانا اتحبست شهر وما اتذبحتش، وانت طار منك عقله وما اتذبحتش. آن الاوان نصدق في حكمته. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحان الله. أي حاجة تصيبك من عند ربنا قول الحمد لله. الحمد لله على كل شيء. حكمة عظيمة يا جماعة. يا ريت ما تنسوش تشيروا الفيديو ده لكل اللي تعرفوهم، وأي حد يصيبه أي مكروه يقول الحمد لله. صلوا على النبي.